السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ مع قناة سيسترز فود، الوصفات البسيطة والسهلة. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا وليها طعم جديد. هنعمل قرنبيط بتسبيكة الطماطم بطريقة جميلة وبسيطة وليها طعم مميز جدا. أول حاجة طبعا بنجيب قرص القرنبيط بتاعنا ونغسله كويس، بعد كده نبدأ نقطعه علشان نسلقه. هنجيب الحلة بتاعتنا ونبدأ نرص القرنبيط ونغطيه بالمية علشان نسلقه. هننزل معلقة كبيرة من الملح ونحط القرنبيط يتسلق. نحاول ان احنا نسلقه 3/4 سوا علشان لسه هيدخل في الزيت وياخد سوا كمان في الزيت. هنبدأ بقى على ما يتسلق نعمل الخلطة بتاعت القرنبيط. معانا حبتين من البيض، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة فلفل اسمر، معلقة ملح، نص معلقة من الثوم المفروم. هنقلب المكونات كلها على بعض. بعد كده هننزل بربطة من الخضرة تكون متقطعة تقطيع ناعم، القرنبيط بيحب الخضرة احنا عارفين. هنقلب الخليط على بعضه، والخضرة تكون متقطعة تقطيع ناعم ما تكونش مفرومة. هننزل بكوباية من المية، معانا معلقتين كبار من النشا. هننزل بكوباية ونص او كوبايتين من الدقيق حسب كمية القرنبيط اللي انت هتعمليها. معانا اقل من معلقة صغيرة بيكنج باودر او كربوناتو حسب الموجود عندك، الاتنين بيدوا نفس النتيجة. كده الخليط بتاع القرنبيط بتاعي بقى جاهز، والسمك بتاعه لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل، بيبقى متوسط. القرنبيط بتاعي بعد ما استوى بقى بقطعه قطع صغيرة علشان يبقى مقرمش معايا، لكن لما بنقطعه قطع كبيرة بيبقى تحس ان هو ني من جوه او مش مقرمش، ما بيبقاش مرغوب. هنبدأ بقى نحطه في الخلطة بتاعتنا ونبدأ نقلي القرنبيط بتاعنا. في الوقت دوت بقى على ما نبدأ نقلي القرنبيط بتاعنا هنعمل التسبيكة بتاعة الطماطم. هنجيب طاسة بتاعتنا وننزل بحوالي 3-4 معالق من الزيت، معلقة توم مفرومة ناعم. هنشوح التوم بتاعنا لحد ما ياخد اللون الذهبي. بعد كده هننزل عليه بعصير الطماطم. طبعا دي تغيير غير القرنبيط اللي احنا متعودين ناكله بيبقى مقلي، بس دوت بنحطه في تسبيكة بيديه طعم ونكهة جميلة جدا. بس اهم حاجة انه يتاكل وهو سخن علشان بتحس بالطراوة بتاعته كده وبقى لسه اثر التسبيكة فيه. هننزل بقى بمعلقة صغيرة من الكمون، معلقة فلفل اسمر، شوية ملح صغيرين. هنسيب الخليط بتاعنا يتسبك بقى براحته على ما نكون خلصنا آلية القرنبيط بتاعنا. هي كده اتسبكت. هنزل بقى عليها بقى بشوية ماء صغيرين يغلوا بيها علشان انزل بالقرنبيط وياخد معاها غلوتين. اول ما المية بتاعت التسبيكة تبدأ تغلي بعد ما سويناها الاول، هنكون طبعا قلينا القرنبيط. كلنا مش تايهين ان احنا نقلي القرنبيط ازاي. هنبدأ بقى ننزل بيه في التسبيكة بتاعتنا بعد ما بدأت تغلي، يعني تقريبا بيغلي حوالي 5 دقايق، مش كتير، تشرب بس شوية التسبيكة اللي فيها وتاخد طعم منها. ونقدمه بقى مع العيش طبعا والمخلل، بيبقى جميل جدا، بيبقى طعمه متغير عن المقلي. بس تقدميه بقى هو سخن بيبقى لسه كده في الصوص بتاع التسبيكة بتاعتنا. طبعا بيبقى هو اصلا طيب جدا ومهري من التسبيكة، فبنحاول ان احنا نطلعه بالراحة، ولما نحطه في الصينية نحطه قطع في ريح بعضها، ما نحطوش فوق بعض في حلة، نحطه في صينية كل قطعة في ريح التانية. بتقدميه بقى بأي طريقة انت حباها. اتمنى الفكرة تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، وان شاء الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة. واتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد، ودعمكم هيفرق كتير. ونتقابلوا على خير بإذن الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم.